3 معلومات ما كانتش تعرفهم عن الوشق المصري، والصدمة إن الحيوان ده كان بطل واقعة غريبة لما هجم على جنود إسرائيليين عند الحدود وبعدها رجع مصر تاني. خليني أحكي لك التفاصيل. أول حاجة، الوشق صياد سريع جدا، سرعته بتوصل ل 80 كيلومترا في الساعة، يعني يقدر يهجم على أي فريسة ويختفي قبل ما حد يلحق يتصرف. وده بالظبط اللي حصل مع الجنود الإسرائيليين. الهجوم كان مباغت وسريع جدا. تاني حاجة، عنده قدرة قفز خرافية، يقدر ينط أكتر من 3 أمتار في الهواء، فحتى لو الجنود كانوا في مكان مرتفع أو متحصنين الوشق قدر يوصل لهم بسهولة. تالت حاجة، الوشق المصري كان مقدس عند الفراعنة. المصريين القدماء رسموه على جدران المعابد لأنه كان رمز للقوة والشجاعة. فهل اللي حصل مجرد صدفة ولا فعلا الحيوان ده عنده حاجة مميزة؟ الغريب إن الوشق ده عدى الحدود من مصر، هجم على أكتر من جندي وبعدها رجع مصر